به شكرا. الحقيقة أني ولم استسمح لي ضعف السيرة اللغة العربية اللي كانت هناك السيرة إطلاقا. وعندي أيضا دافع خجل آخر، هو أني كما أشار له محمد في مأزق بين المراجع اللي تعودت أن أتعامل معها، التي أساسا باللغات الأوروبية الفرنسية والإنجليزية أساسا، والحديث عن وضع أنتم أدرى مني به، وضع الموريتاني. وتعودت كذلك أن أقول، لأني في مهجر منذ قرابة 20 سنة، أني في الحقيقة معرفتي بما جرى بعد القرن السادس عشر الميلادي أصبحت ضعيفة شيئا ما. وذكرتني هذه إلحاح سيدة الرئيسة مشكورة بقصة كانت تذكر عن أحد تلامذة ثانوية نواكشوط في أيام كنت فيها. تقول هذه الحكاية: هو تلميذ كسول، نموذج من الكسل يقال أن طرح عليه موضوع أنه يصور مباراة كرة قدم، وأنه اكتب كان اليوم ماطرة وأجلت المباراة واكتفى بها. كنت أطمع شيئا ما إلى أن أكتفي أنا بجانبي بهذه نوع من هذا الرد، ولكن تجاوبا مع طلب المشرف للسيد الرئيس سأحاول أن ألخص أنا قاعد خايف هم اللي من هذا الأستاذ اللي معايا، هم به اللي مراقب بصفة دقيقة رفع الفاعل ونصب المفعول ومراقبة النحو بصفة. أنا ماني قاعد حتى أتعامل معها. المهم أن إذا كان كما أشار محمد السيد الرئيس الموضوع القبيلة والدولة. كنت تناولت هذا الموضوع في بعض البحوث منها روحها ومنها بعض الأشياء المنشورة أيضا، ولكن طبعا كان باللغة الفرنسية أساسا. والحقيقة كنت أتفادى أنه يكون باللغة العربية. عرض علي بعض الزملاء أنه يترجم باللغة العربية، وقلت له أني ضيقات القبائل، أنا بلا قبيلة تيتانوس، وقلت له ضيقات القبائل ماني قادر على شيء، ونختار عنها باطل الهروب والتوب ونسلمها. إذا القبيلة إذا كان نعرفها ونحاول أن نعرفها شيئا ما قبل الدخول في علاقته بالدولة، هو هناك تعريف قديم منطلق من النظرية الارتقائية، يعني هو اللي قالها بالعربية. تقول أن القبيلة أنها مرحلة معينة من مراحل تطور الجنس البشري، وتقول أيضا أنها نوع من النظام. عندها رؤيتين للقبيلة: واحدة أنها نوع من نظام خاص، وأيضا أنها بالمقارنة مع الدولة وبالمقارنة مع عناصر أخرى من الأنظمة البشرية، وأيضا أنها مرحلة من مراحل تطور البشر. هذه النظرية في الحقيقة عندي أنا في نهاية المطاف وجابهت بعض من النقد، خاصة من طرف تيار آخر نظري يسموه البنيوية، والله بعد الفونكشناليزم الفرنسية، الوظيفية عفوا. إلا أن الوظيفية احتفظت ملي بهذا الفرق والتعارض بين الدولة هي
والقبيلة، وركزت على أن هناك حتى أنها جسمت شيئا ما الفرق بين العنصرين، خاصة الأنثروبولوجيا البريطانية الوظيفية. وهناك عدة مراجع لا أرى أن هناك نتيجة للدخول بها، لأنه هذا ما هو درس، هذا كان دردشته وحديث. لا أرى نتيجة للدخول في سردك المصادر، إلا أن هناك مفهوم أظن أنه ترجم العربية بانقسامية، والفرنسية يسمى سيغمونتاريتي، ومضمون ذيك المجتمعات القبلية أنها مهيئة أصلا لنوع من الانقسام الداخلي المستمر، يسميه البعض التنافر التكاملي. هذه الترجمة الصحيحة، لوبوزيسيون كومبليمونتير باللغة الفرنسية. ومعناها عن أعضاء أفراد القبيلة دائما في صراع فيما بينهم، ويكون عن صراع مع مدى أخرى يتحدوا. تعدوا سامعين أخبار الحزام والمعيوب، راجل حيث لداك شاب في نهاية القرن التاسع عشر، كان من رواد شنقالو المهاجرية في زمن أحمد محمد. ومنين يقتل أحمد محمد اتهموا باطل، ساووا على دار اللي دعشهم واللي قاتلينه. قال الحزام المعيوب اللي كان في دقيقة طويلة مع أحمد محمد وجماعته، قال نسبون البرانيين، معناها أننا نتحدوا احنا في صومهم، لأنه هم ملوك الناس، رانا نروحوا لدقات احنا اللي نعرف. هذا هو مثلا الانقسامية كانت مركز على هذا العنصر اللي فيه. هذا العنصر في الحقيقة سابق النظريين الأوروبيين وسابق الأنثروبولوجيا المعاصرة. فاتي بن خلدون جاب فيه حديث طويل، وشيء ما حديث الشافعي بعد اللي حسب تصورنا ظهر لي أنه ما زال ينطبق على المجتمع الموريتاني الحديث. وهو ابن خلدون تعرفون متوفي عام 1406 من التاريخ الميلادي، أنا واحد من القرن الرابع عشر من حيث الأساس. عنده نظرية وفكرة شهيرة، وإلى حد أنا بعد أرى أنها ما زالت سنة مفعول، والله بعد تنطبق إلى حد ما لهذا المجتمع اللي يعيشوا هون. هي نظرية العصبية. ذيك العصبية فكرة في الحقيقة معقدة، الناس تعتبرها نوع من البساطة عادة، وهي النظرة اللي عند ابن خلدون نظرة فيها نوع من التعقل، اللي فيها عنصر كأنه طبيعي، يقول هو ابن خلدون، وفيها عنصر مصطنع وبشري. اللي يقول هو عن الجنس البشري انه خلق، قال له يوصل من الاشياء ولا يقدر يصلح دون الاتحاد، وحد يحد جهوده. اللي ما هو كي الحيوانات الاخرين، قال له يوصل من الاشياء انه ما يخلق باظفاره وبنيابه وقوته اللي ضعيفه. قال عنه لا بد له من الاتحاد، اياك يدفع لذاك الاتحاد الاضرار اللي قد تلحق به. وبناء على هذا الرؤيه قال عنها من حيث الاساس لا يتبنى على الفرق بين عمران بدوي وعمران حضري. ذاك العمران البدوي اساسا هو اللي يعني نحن ظاهر اللي عنه كان، اللي المجموعات البدويه الرعويه، قال هي اللي العصبيه فيها قويه، اللي البدو ما كان عندهم حد يدافع عنهم، وكل حد منهم يدافع عن راسه، يضايق بعد اخوته اللي قريب منه الى عاد ما جابوا بلد اخرى، والله عاد واعتدى عليه من طرف بلد اخرى، الى يعود يدافع عن اهله عن طريق عصبياته. وهذا داخل اطار رؤيه اوسع من هذا، كان فيه عنصر دوري، وعنصر يتعلق بالمرور من العمران البدوي للعمران الحضري، وبشر العمران الحضري له يعقب بليد العمران الحضري. قال هو عنه انه اهله كانهم يستسلموا للسلطان والله للسلطه، ويتركوا ذيك الشوكه اللي كان فيهم، اللي كان محددهم اهل البدو، ويعودوا مثلا يفضلوا الترف والبنيان، انواع البنيان اللي تشوفوا معكم هون بعض من الاحياء المدينه من يجوا الباديه، يعودوا كانوا خالق قدم التمالك مثلا، ياخر بعض الاحيان قدم لطلبها غير
مثلا لابد لازم حد يعود مولي مأمنهم، متى قاعدين يأمنوا رؤوسهم. وقال ابن خلدون عن ذيك روح الاستسلام للسلطة هي ذوبان مولي الدافع الأساسي المحرك الأساسي للتعاون والله تعاضد بينهم. ذيك العصبية لا يتوب هذه لا يذوبها المدن، يذوبها الترف، ويذوبها ترك الدفاع عن النفس. وغير في نفس الوقت اللي يقول ابن خلدون عن النسب والأمر وهمي. هذه رواية غريبة شيئا ما، اللي هو بانوا كتاب ذاك الكبير تعرفون حقائق مقدر منكم، من قالوا كتاب العبر اللي هو المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر إلى آخر، عنوانه الطويل. كتاب ضخم يعني من مجلدات بعد الطبعة اللي كانت اللي خرجتها. يقول هو الكتاب هذا مبني على النسب. يقول ابن خلدون في نفس الوقت النسب أمر وهمي به اللي لا يلاحظ عن الحقيقة ياسر الناس. وهذا اللي يلاحظون كان في القبائل اللي تعرفون. أنا كنت عندي رؤية والله انتظار من القبائل تبدأ تتفككهم به اللي عاد كل حد يلوث الجذور القديمة، والقبائل كانوا راي ملف غير ما هي ناس ما هي واعية لها حتى وتختار به اللي قال ابن خلدون عن النسب قيمته زمرة النسب، ما هو النسب نفسه معناها من ساعة تبدأ متبنعمة لا تعود زمرة النسب تحصل، وتعقب ترفق عقب ذاك اللي قد يترفق من النساب اللي نعود كانوا يشرعن هذيك ذاك التقارب ذاك التعاون. وهذا هو اللي مبني على القرابة عنصر أساسي منه اللي ابن خلدون ركز عليها حتى هو من نفسه. وهي الرواية اللي كانت منتشرة في الناس، ومنتشرة اللي أساسا قضية الزواج والحفظ على النسب من باب الزواج، خاصة حفظ على نسب البنات، زواج البنات مع الغير اللي ما هم ابن عم. تعودوا تعرفوا ذاك المثل اللي يقول إذا تمسوا الجلود يتقالدوا جدود.